السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم هذا الفيديو قصير لطيف، يعني راح أسوي وياكم شوربة العدس الأخضر مع الشعرية. طبعا شوربة كلش طيبة ومغذية، هي أصلها تركية، ممكن بالصيف ناكلها باردة أيضا تكون طيبة، أو بالشتاء نسويها دافية بهذا الجو، يعني كلش طيبة ومغذية. نقول بسم الله. أبدي بالمقادير وراح أكتب لكم إياها أيضا بصندوق الوصف. عندنا نفس المقدار من العدس الأخضر ومن هذه النوع من الشعرية اللي يسموها هنا أرشتة. ممكن تستخدمون بدالها أي نوع من أنواع المعكرونة، لكن الشعرية الناعمة كلش ما تصير طيبة. المعكرونة أو هذه، خاصة المعكرونة اللي تكون هيك صغيرة كلش، تصير كلش طيبة. وممكن أيضا السباكيتي. أول شي نغسل العدس كلش زين، نخلي مي يفور. طبعا كمية المي يعني مناسبة لكمية العدس، هنا مو ضروري فد مقدار معين، المهم يغطي يعني فد اصبعين. نغسله كل زين ونخليه يفور. اول ما يفور طبعا ندير بالنا نشيل الرغوه مالته، بعدين ننصيه ونغطيه حتى يستوي ويانا يعني. العدس يعني طريقه التسويه مالته هاي، او مقدار التسوية مالته يعتمد عليكم. أنا شخصيا أحبه بهذا الشكل، يعني ما يكون كلش ممرود وبنفس الوقت مو قوي، يعني من ألزمه بإيدي يعني بس من أضغطه ضغطة بسيطة يمرد وياي، لكن هو يكون محافظ على شكله. هسه راح نبدي نسوي الشوربة، وراح نخلي مقادير 10 من نفس الاستكان أو الكوب اللي دا تستخدموه لقياس العدس مع المعكرونة أو مع الأرشتة. نفس المقدار 10 أكواب من عنده أو 10 استكانات مي، تخلون هو هذا المي المناسب اللي يكون قوامه مثل ما شفتوا بداية الفيديو. هنا نخليه مو شرط أن يبدي يفور، أول ما نخلي وياه الشعرية أو المعكرونة اللي دا نستخدمها إلى أن تستوي. أنا طبعا هي ما تاخذ مثل المعكرونة فد 5 دقائق، بحيث تكون هيجي طرية وبإيدنا من نجي ندوس عليها يعني تكون تتقطع ويانا، لكنه ما تكون ممرودة كلش. وطبعا احنا إلى هسه ما نحط ملح، الملح نحطه آخر شي. هنا استوت عندنا المعكرونة، راح نبدي او الرشتة او الشعرية اللي دا تستخدموها، يعني مو شعرية هاي الناعمة اللي تصير نخليها مثلا نحمسها نخليها على التمن، لا هاي ما تصير طيبة. هسه راح نسوي المادة اللي هي يعني مقابل الكريمة، اللي يضيفون احيانا يضيفوا لها كريمة حامضة. احنا هنا ايش راح نضيف؟ راح نضيف بيضة واحدة، ونفس الكوب او نفس الاستكان اللي عيرت به العدس مع الشعرية راح نجيب نفس مقدار واحد فقط من اللبن اليوغورت أو اللبن الرايب، ونخلي له ملعقتين هرمية من الطحين، نخلطهم كل زين. هذا المقدار يسوي شوربة تكفي تقريبا 5 نفرات 6 نفرات، يعني كاسة كبيرة. انتوا إذا حبيتوا الزيدون فراح تزيدون تضاعفون الكمية مالته. هنا راح نبدي نخلطهم كل زين إلى أن ما تبقى ويانا أي تكتلات مالت الطحين. بعدين الشوربة أو العدس والشعرية أو المعكرونة من دا تفور راح ناخذ من مي السلق مالتهم. طبعا هو فاير مثل ما تشوفون، راح ناخذ نضيف شوية شوية على هذا الخليط اللي احنا سويناه، اللي هو البيض واللبن الطحين. نخلطهم كل زين على كيفنا، لان احنا اذا نصبه هيك رأسا للشوربة وهي ودة تفور راح يقطع ويانا ويصير ويانا ابدا مو طيب. فنبدي هاي الخطوة فقط هي اللي شوية تاخذ ويانا وقت، ولا هي الشوربة كلش بسيطة مثل ما شفتوا، ما بيها اي يعني خطوات صعبة. فقط هاي الخطوة لازم ندير بالنا شوية شوية نحط من مي الشوربة هذا الخليط حتى اللي يتقطع ويانا اللبن. وايضا اللبن اليوغورت من ناخذه حاولوا ان ما تاخذون من الوجه مالته، هذا الوجه اللي يكون مثل القشطة مثل الجيمر اللي يكون على الوجه، لان هذا راح يصير مطيب شكله، يعني منظره ما يصير طيب بالشوربة، وحتى من يجي من ناكله من يجي بحلقنا ما يصير طيب. يفضل ان تاخذون من الاجزاء الجوانية اللي تكون شوية بيها مثل المي مثل السائلة، يعني اللبن اليوغورت اللي دا تاخذوه. يعني هاي احنا طبعا نستخدم هاي اللبن الحاضر اللي ناخذه من الماركتات، ما تاخذون الوجه مالته، لان الوجه مالته يكون مثل القشرة يصير بيه، هذا يصير ما طيب بالشوربة. تشوفون اني يعني طولت خلق هواية، شوية شوية خاشقتين خاشقتين دا اخلي واخلطه حتى اضمن بان يكون قوام ماله كلش مثل الكريمي وما يقطع وياي. طبعا اذا وصلتوا لهنا وما ضجتوا اتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك، لان انا اشوف اغلب المشاهدات تجي من الناس اللي ما مشتركين بالقناة، وتحطون لايك وتعليق حلو من ايدكم.
طبعا أتمنى أن تجربون هاي الشوربة خصوصا بالصيام، يعني كلش مفيدة وكلش خفيفة. احنا اليوم كنا الصيام لذلك سويت هاي الشوربة، يعني أنا ما أكلت يمها شي، من أكلتها شبعت كلش مشبعة، خاصة العدس يعني مثل كلتنا نعرف هو بروتين نباتي يعني عادل للحم والدجاج، خاصة الأخضر، لأن اللون الأخضر يعني العدس الأخضر يكون بكمية حديد همينة. يعني تعتبر هاي وجبة كاملة عفوا، بها كربوهيدرات وبروتين وكالسيوم من اللبن، يعني وجبة كاملة تشربون. واللي مسوين دايت همينة، ومثل ما تشوفون هي ما بيها زيت ما بيها دهن، فقط ملعقتين من الطحين وهي على كمية كبيرة. يعني انتوا حسبوا الكاسة ايش قد راح يصير بها طحين، كمية كلش قليلة. هنا خلطتهم كلش زين، تأكدت بأن هو شكلها صار كريم كلش يعني وخفيف مثل اللبن الشنينة اللي نشربه، فنبدي نضيفه. هنا راح نبدي نخليه شوية يفور. وطبعا إذا أنتم شفتوا هذا القوام ثخين بالنسبة لكم، او مثلا طفيتوه خليتوه شوية ينتظر، بعدين طبعا هو كل ما من يطفى كل ما يبقى اكثر راح مثل اي شوربة مثل العدس مثل الباقي راح يثخن ويانا. من تجون تحموا او من تريدون تخففوا خلوا له مي مغلي، مي فاير يعني، ما يصير تخلوا له مي بارد. هنا احنا من دا نيجي نصب طبعا تخلون يا اما دهن حار او دهن يعني الموجود دهن جنة كريستال او قطعة زبد، يعني يصير اطيب من الزيت، يعني تخلوه. هنا شفته شوية صار ثخين لان انا سويته قبل المغرب، فمن اجيت احمي خليت له يعني ماي فاير. ومثل ما تشوفون اخر خطوة ضفت له الملح، الملح ما يصير تضيفوه من البداية لان هم يسبب انه اللبن وياكم يقطع. قبل يعني من دا أصبه خليته يحمى وأحركه باستمرار، وخليت زبد. ونخلي نضيف للزبد إضافات تسوي يعني طعمه طيب، يعني هي الطريقة الأساسية مالت الأتراك يسووها. يضيفون للزبد ملعقة من النعناع، ملعقة كوب يعني حسب الكمية اللي عندكم، وملعقة من الفلفل الأحمر هيجي الباودر، يا إما حار أو بارد مثل ما تحبون. أنا أحب أضيف حار يعني، لكن مو كلش حار. صار قوامه بهذا الشكل. طبعا عندي بالبيت جماعة ما يحبون النعناع، فأسوي بطاوتين، يعني طاوة أخلي بيها بس فلفل أحمر وزبد، وطاوة أخلي نعناع همينة. أنا كلش أحب النعناع يعني، هو مريح للمعدة مثل ما قلت لكم، خاصة بأيام الصيام، وبالصيف يكون منعش كلش، وهو من الأعشاب الكلش مفيدة. ما أعرف عاد شلون ما يحبوا، يعني ما أعرف شلون، أنا كلش أحبه صراحة. وهنا هيك ممرر عليه من الخليط اللي عندنا الزبد والنعناع والفلفل الأحمر، ويكون كلش طيب. أحب إنكم تجربون هاي الشوربة وتقولوا لي على رأيكم بيها. وهي مثل ما قلت لكم يعني أساسها هاي الشوربة تركية يعني مو عربية، إحنا ما كنا نسويها بالعراق، أنا هنا بتركيا تعلمتها. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتجربوا، وإلى أن أشوفكم بالفيديوهات الجاية أقولكم باي باي وإلى اللقاء.